2026 هي سنة الانتركم المصري من زيرو تك، وعشان كده عملنا أكبر حملة خصومات على الانتركم سواء كان مرئي أو صوتي، سلكي أو لا سلكي. وعشان عارفين إن احتياجاتنا مختلفة من الانتركم وفرنا الفول رينج. زيرو تك بتقدم لك في الانتركم الصوتي سوليوشنز مختلفة، فلو أنت فيلا أو محتاج واحد خط ممكن تستخدم الانتركم الصوتي اللاسلكي. أما لو أنت فيلا وعندك 4 خط فاللوحة ال4 خط بالديزاين والماتيريال العاليه جدا هتكون مناسبه بالنسبه لك، وهتدي لك شكل جمالي، وهتبدا ان انت تشتغل بالسماعه الخارجيه، هتسمع الشخص اللي واقف قدام الباب، وهتقدر ان انت تفتح له من خلال السماعه. اما لو انت عماره او برج سكني وعايز توفر في التكلفه ومش محتاج انتركم مرئي، فانت ممكن تشتغل بالوحدات ال8 او ال16 او ال24 من الانتركم الصوتي من زيرو تك. اما بالنسبه للانتركم المرئي فزيرو تك بتقدم لك مجموعه كبيره من الاختيارات، ما بين الفيديو دور بيل اللي بيشتغل بدون سلك وبيشتغل وايرلس، وما بين الانتركم الواحد خط او الانتركم الواحد خط الاي بي، او الانتركم اللي بيصل الى 100 خط. وهنبدا بشرح الفيديو دور بيل. الفيديو دور بيل هو عباره عن قطعتين، قطعه خارجيه مزوده بكاميرا وقطعه داخليه عباره عن جرس. فمن خلال الفيديو دور بيل بمجرد ما هتبدا ان انت تدوس على الجرس هيبدا ان هو يشتغل مع الوحده الداخليه ويرن عليها، وكمان هيبدا ان هو يجي لك كموبايل نوتيفيكيشن. من خلال الموبايل نوتيفيكيشن انت بتبدا تشوف الشخص اللي واقف قدام الباب، وتقدر كمان ان انت تفتح له الباب او تقفل. وكمان وحده الفوتو كابتشر اللي من خلالها بتبدا ان انت ترن على الشخص فيديله تنبيه جوه المكان، او من خلال الموبايل ابلكيشن هيبدا ان هو يديله تنبيه، وهيبدا ان هو يبعت له نوتيفيكيشن. الوحده الخارجيه الواحد خط بتيجي بريزوليوشن 1080 فول هاي ديفينيشن بزاويه تصل الى 120 درجه، فبتدي لك صوره في منتهى الوضوح. وتقدر من خلال الشاشه ان انت تقف وتشوف مين اللي واقف او بيرن على الجرس بتاعك، وتقدر ان انت تفتح له الباب، وكمان توصل عليها كاميرات مراقبه انالوج. اما لو بنتكلم عن الهاي اند برودكت فاحنا هنتكلم عن الانتركم الاي بي من زيرو تك. الانتركم الاي بي من زيرو تك بيجي باكتر من نوع، سواء كان واحد خط او 100 خط، وبخواص هي الاحدث عالميا. الوحده الواحد خط في زيرو تك بتيجي بكاميرا فول هاي ديفينيشن وزاويه واسعه تصل الى 140 درجه، فمهما كان الشخص واقف هتقدر ان انت تشوفه وتشوف ملامحه كامله. وزي ما احنا شايفين شاشه متعدده الاستخدامات. اول استخدام ان انا هشوف الشخص اللي بيرن عليا. تاني استخدام ان انا ممكن اطلب الوحدات الداخليه او الشاشات الداخليه الثانيه اللي موجوده في نفس المكان، فهبقى استغنيت عن السنترال. ثالث استخدام ومن اهم الاستخدامات ان انا هشغلها كوحده MVR، يعني هحط جواها SD كارد وهقدر اضيف عليها لحد 16 كاميرا. وزي ما احنا شايفين الوحده ال100 خط. الوحده ال100 خط هي الاولى في مصر والشرق الاوسط اللي بتشتغل بخاصيه الفيس ديتكشن. خاصيه الفيس ديتكشن عشان نقدر ان احنا نفتح الباب بتاع العماره او الفيلا من غير حتى ما نحتاج ولا مفتاح ولا كارت ولا حتى باسورد. كل اللي هعمله ان انا هظهر قدام الكاميرا على مدى رؤيه 140 درجه، وفي اي وضع هتبدا ان هي تجيب لي الصوره بتاعتي وتفتح لي الباب. وكمان بتيجي مقاومه للعوامل الجويه من الشمس او المطر، وفيها انتي تامبرنج عشان لو حد حاول يفكها تبدا ان هي تدي تنبيه او انذار. الانتركم المصري من زيرو تك انتاج الهيئه العربيه للتصنيع، مصنع الالكترونيات. لو بتشتري انتركم هتلاقي ان في زيرو تك اكبر تنوع للانتركم في مصر. اقوى عروض الانتركم الصوتي والمرئي دلوقتي موجوده في زيرو تك. كلمنا على 16105 او زورنا في جميع فروعنا.